الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أود أن أحيي ساكن التمنارت على نضالها المستمر، وكما أحيي المجلس الجماعي على موقفه الثابت. فمداخلتي هذه هي مجموعة ردود على مقالات نشرتها جريدة إفوس الإلكترونية. فردي الأول سيكون على مقالة تحت عنوان إذا غضب العامل على الجماعة فماذا الساكنة. وفي هنا أود أن أبسط للرأي المحلي والوطني سبب هذا الخلاف إن صح التعبير بين عامل صاحب الجلالة والمجلس الجماعي. كل ما في الأمر هو أن المجلس الجماعي قرر في مجموعة من دورته بتعبيد الطرق الداخلية. وعندما أتحدث عن الطرق الداخلية فأتحدث عن طريق الرابطة بين قصبتي أيت حربين وبوزكار، ما بين يغير أيت حربين ويغير ولن وإيجواز، بين يغير غنين والطريق الجهوية 107 وهكذا. ولكن كل ما في الأمر هو أن المجلس الجماعي تفاجأ في إحدى دوراته بطلب من السيد العامل بإدراج نقطة تعبيث الطريق الجهوية في جدول أعمال إحدى الدورات، رغم أن هذه النقطة لم تأتي في الوقت القانوني لإدراجها، حيث أن السلطة التونسية أرسلت جميع الدعوات إلى المستشارين من أجل الحضور في الدورة. وتم من طرف المجلس الجماعي رفض إدراج هذه النقطة، ما جعل السيد قائد قيادة التمنارت عدم الحضور لهذه الدورة. ولكن أؤكد بأن الدورة قانونية ما دام السادة المستشارين توصلوا بدعوته من طرف السلطة الوصية. وفي هنا أحيي المجلس الجماعي على موقفه هذا، لأن الطرق الداخلية أولوية لدى المجلس كما صرح به الرئيس. ثم بعد ذلك الطريق الجهوية، المجلس الجماعي لم يعرض الطريق الجهوي، ولكن يقول بأن الأولوية للطرق الداخلية لفك العزل عن الدواور. أما الطريق الجهوية فهي تنتمي لوزارة التجهيز، ولوزارة التجهيز ميزانية تعبيدها. وأنتقل إلى عنوان آخر، وهو الهليكوبتر تنقل المساهمة إلى وكردة. وهذه مغالطة صراحة نشرتها هذه الجريدة، وإلى حد الآن أنفي بأن لم تتوصل أي جهة أو أي منطقة أو أي دوار بإقليم أو بجماعة تمنارت بأي مساعدة، سواء من الشاحنات أو من الهليكوبتر. ولا بد أن أطرح سؤال هنا، ما دام هذا المقال نشر في جريدة إفوس، إذن هناك أجندة قد تخدم هذه الجريدة. ثم إضافة إلى الصورة التي كانت من مصدري، التي تحمل السيد رئيس المجلس الجماعي والسيد عامل طاطا، والتي لم تنسق معي الجريدة لنشر أو لم تذكر مصدر الصورة. فهنا لي اعتراض في هذه القضية. ثم بعد ذلك أقول لجريدة إفوس، هناك بيان من مكتب جماعة التمنارت، لماذا لم يتم نشره؟ لماذا لم يتم الإشارة إليه؟ هناك عريضة موقعة من طرف ساكنة قصبة أيت حربين التمنارت وموجهة إلى وزارة الداخلية، لماذا لم يتم نشرها؟ لماذا لم يتم الإشارة إليها؟ أنتم كجريدة أو كمدير جريدة إفوس على رأس هيئة سياسية بالمنطقة، لم نرى منكم بلاغا سياسيا أو موقفا سياسيا تجاه زيارة عامل
صاحب الجلالة. لم نرى منكم موقفا سياسيا أو بلاغا تتضامن مع الساكنة. كل ما رأيناه هو محاولة إفشال غضب أو إفشال اعتصام الساكنة بهذه المقالات التي تمررونها إلى جرائد أخرى. وفي هنا أقول للسيد مدير جريدة إفوس: لماذا لم يتم نشر ولو تعليق ولو تصريح لأحد المتظاهرين، لأحد أعضاء المجلس الجماعي، لأحد فعاليات الجمعوية بتمنرت؟ فهذا سؤال آخر. ثانيا، نريد من هيئتكم أن تبين منكم موقفكم في الطرق الداخلية والطريق الجهوية 107. وسأمر إلى النقطة الثانية، وهي الخبر الذي وصلني اليوم، وهو طلب من النائبان البرلمانيان لزيارة تمنرت حول، وهنا أسطر، حول شرح زيارة عامل صاحب الجلالة لإقليم طاطا. وأقول للنائب البرلمانيان سواء حسن التابع أو مصطفى تضمن: نحن لا نحتاج لمن يشرح لنا سبب الزيارة، وإذا كانت هذه هي سبب زيارتكم فلا داعي لها. وأقول لحسن التابع بأنك لا تعرف جماعة تمنرت بتاتا إلا في وقت الانتخابات أو في موكب زيارة السيد العامل. وأبسط حاجة سأذكرها للسيد التابع وهي قضية حافلة بين التي في ملكه، والتي لم تدخل إلى تمنرت إلا وقتما شاءت. ثم أريد أن أوجه رسالة إلى مصطفى تضمن حول الفيضانات التي وقعت بتمنرت، والتي ذهبت ضحيتها مجموعة من المنازل ومجموعة من المحاصيل الزراعية. وأكد بأن جمعية التشارك بقصبة تحب تمنرت طلبت للسيد رئيس المجلس الإقليمي مصطفى تضمن سنة 2010 بإصلاح أو وضع حواجز على وادي تمنرت، وقد تم ذلك الطلب بوعد سنة 2010 ولم يحدث ذلك. سنة 2011 نفس الطلب وقد تم بالوعد ولم يحدث. 2012 نفس الطلب وقد تم بالوعد ولم يحدث. 2013 ولم يحدث أيضا وما زال يعيد. والآن المندوبية الجهوية للفلاحة لقد وقفت على الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية على وادي تمنرت، وسبب هذه الأضرار هو عدم وضع تلك الحواجز. وفي الأخير أقول للنائبان: نحن اليوم لا نحتاج إليكم، ولا نحتاج إليكم، فارحلوا عنا. أقولها وبكل صدق: فارحلوا عنا. وأود أن أشير أو أرسل رسالة إلى المجلس الجماعي وأقول له: إنك اليوم أو إنكم اليوم في مجلس جماعة تمنرت في موقف قوة، لأن الساكنة معكم ومعتصمة معكم، فلا تخيبوا أنفسنا فيكم. وفي الأخير أود أن أقول لجريدة إفوس: اتقي الله في ساكنة تمنرت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.